المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. دعم المزارعين بالجرارة والبذور في فورو. دعوة لدعم وتطوير الابتكار والتصنيع في كرن. دعوة للمواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم. وفي الأنباء العالمية، الدبيبة يعلن انتهاء مشروع العدوان على طرابلس ويطالب بتنظيم انتخابات. الرئيس الإيراني يكشف عن رأيه في امتلاك سلاح نووي. وفريق الطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زاباروجيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تلقى مزارعو مديرية فورو دعما بالجرارات والبذور. وأوضح خبير تنمية النباتات في المديرية سيد اسمورم شمندي أن الحكومة وفرت الجرارات وأكثر من 200 كنتال من بذور الذرة المحسنة للمزارعين الذين يقومون بالزراعة المروية من السيول المنحدرة من الهضبة. ودعا المزارعين لاتباع الوسيلة الجماعية في الحراسة لفائدتها الكثيرة للحماية من الآفات الزراعية، داعيا لتخصيص مزيد من الجرارات تماشيا مع سعة الأراضي الزراعية. من جانبه دعا مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة المزارعين لمضاعفة الجهد والاستفادة الجيدة من الجرارات والبذور المقدمة من الحكومة والري بالسيول. وأشاد المزارعون بالجرارات والبذور المحسنة المقدمة من الحكومة والتي ساعدتهم لتجاوز مصاعبهم. دعا الصناع في مدبر وضواحيها في مدينة كرن لتقديم الدعم لتطوير الابتكار والتصنيع لرفع مساهمتهم في المجتمع كما ونوعا. وأوضح العاملون في مدبر كرن عملهم في إنتاج أدوات الزراعة والبناء والمنازل، ويمكنهم زيادة إنتاجهم إذا تم تدعيم خبرتهم المكتسبة بالتجربة بالمعرفة العلمية بالتدريب والتأهيل. وأوضحت مسؤولة التنمية الاقتصادية في مديرية كرن السيدة آزيب تسفاهنس المساهمة الكبيرة لأعمال الابتكار والتصنيع الجارية بالتجربة، ومن المهم دعم الجهات المعنية بالمعدات الحديثة المتطورة والتدريب العلمي لتطوير المنتجات. وقال مسؤول فرع الصناعة في مكتب التجارة والصناعة في إقليم عنسبة السيد منجستاب ساميئيل أن أنشطة الابتكار والتصنيع تجري بالتعليم والمعرفة العلمية وبعضها بالتجارب العملية، وتقدم لهم خدمات التدريب والنصح والإرشاد والدراسات وأوضاع السوق والتصريح لتطوير عملهم. وأشار إلى القيام بمراقبة مستمرة للحفاظ على الممتلكات ومكافحة الحرائق وإزالة الأدوات الضارة. وتشمل الأعمال أشغال الحديد والأخشاب والفخاريات والجلود والغزل والخياطة وتصفيف الشعر وغيره. دعا قائد مركز الشرطة السادس في الإقليم الأوسط الملازم تخل مريم تكيئ في السمينار الذي عقده لسكان مديرية كازاباندا المواطنين للحذر في الحفاظ على ممتلكاتهم. وأوضح بأن مهام الشرطة تتمثل في حماية الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن والسلم والعمل لاحترام القانون وتقديم المجرمين أمام العدالة، مشددا على دور المواطن لتحقيق هذه المهام. وناشد المواطنين للتعرف على القانون، مشيرا إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تسجيل 58 جريمة و22 مخالفة وتغريم أكثر من 88 ألف نقفة لمخالفات المرور للسيارات والدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية. ودعا الشعب للإبلاغ الفوري للشرطة أثناء ارتكاب الجرائم وتوجيه أولياء الأمور لأبنائهم. وأشاد المشاركون في السمينار بالمعلومات المقدمة التي تدفع للتعاون مع الشرطة. هذا ويغطي مركز الشرطة السادس في الإقليم الأوسط مديريتي كازاباندا وججرت.
نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية في العلوم الاجتماعية في أفعبت ل58 شاب من أفعبت ونقفة وقارورة. وتضمن التأهيل الذي نظم لأسبوع أولويات الفكر أوليات الفكر وأهمية التنظيم وفكرة الوطن والوطنية ونبذة عن تاريخ الشعب الإريتري والكادر وأهميته، بالإضافة إلى تقنية المعلومات وغيرها، حيث صاحب التأهيل النقاشات وعروض أفلام وزيارة للمواقع التاريخية ونفير تنموي. قال مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر الشاب تخلي زرقاء في ختام الدورة التأهيلية، قال إن التأهيل نظم على مرحلتين وضعا في الاعتبار التضاريس والمناخ، وقد نظم التأهيل الأول في مصوع لشباب مديريات فورو وشعب ومصوع وجندع. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين أن على الشباب تعزيز المشاركة الواعية باعتبارهم أساس مستقبل الوطن، مشددا على ضرورة تنسيق جميع المؤسسات في قضايا الشباب. وذكر مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب الشباب لبذل الجهد لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التطور المنشود، مؤكدا على تعاون إدارته في كافة أنشطة الشباب. مشاهدينا الكرام، من الأنباء المحلية إلى الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في خطاب له أن الانتخابات مخرج وحيد من الأزمة، وشدد على رفض الحلول التلفيقية والحروب والتمديد، وأكد على ضرورة رحيل جميع المؤسسات السياسية لكن عن طريق الانتخابات. وأكد الدبيبة أن مشروع التمديد قد انتهى بانتهاء مشروع العدوان على العاصمة طرابلس، وأن حلم الانتخابات قد اقترب أكثر من أي وقت مضى. وأمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالقبض على المشاركين في العدوان على العاصمة طرابلس. وأضاف أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، أولها ملاحقة كل من تورط في هذا العدوان، كما تم تكليف وزارة الدفاع بالإسراع في إخراج المعسكرات خارج طرابلس. وأصدر الدبيبة قرارا باتخاذ الإجراءات الفورية للقبض على جميع المشاركين في العدوان على طرابلس، ونص القرار على عدم استثناء أحد من ذلك سواء كان مدنيا أو عسكريا. وبعد عودة الهدوء إلى طرابلس، أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا أوامر بمنع سفر باشاغا والجويلي وآخرين على خلفية التحقيقات بشأن أحداث طرابلس. وصفت طهران مسار المفاوضات حول الملف النووي بالإيجابي، وأكدت في الوقت ذاته عدم تنازلها عن خطوطها الحمراء، في حين أكدت واشنطن قرب التوصل إلى اتفاق، وتحدثت عن استعداد طهران للتنازل عن قضايا رئيسية. وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين في ندوة صحفية بطهران أن من غير الممكن التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي قبل حل الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي. وشدد على أن الأطراف التي انتهكت الاتفاق النووي يجب أن تعود إليه وأن ترفع العقوبات. في السياق ذاته، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي مع إيران أفضل حل ممكن. بدوره، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد إن بلاده تدير منذ عام تقريبا مواجهة سياسية متعددة المنظومات هدفها منع التوقيع على الاتفاق النووي الجديد مع إيران. وأضاف لابيد أن إسرائيل لا تعارض الاتفاق مع إيران، لكن بالإمكان إجبارها على توقيع اتفاق أفضل بكثير وفق تعبيره. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عبر تويتر إن فريق الوكالة في طريقه إلى محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا، في وقت أعلنت فيه روسيا إسقاط مسيرة أوكرانية مسلحة فوق المحطة.
وقال الجانبان إن المحطة معرضة لخطر وقوع كارثة نووية بسبب هجمات الطرف الآخر، وينفي الجانبان اتخاذ إجراء ضد المنشأة، ولم يتسن التحقق حتى الآن من المعلومات الصادرة عن أي من الجانبين. وقالت القوات الروسية التي تحتل المحطة أمس الأحد إنها اضطرت إلى إسقاط طائرة مسيرة مسلحة أرسلها الأوكرانيون. وأفادت تقارير إعلامية روسية بأن الطائرة سقطت فوق غطاء الأمان الذي يغطي المفاعل بعد إسقاطها، وتم تفجير المتفجرات التي كانت الطائرة تحملها من دون أي أضرار، ولم يتسن حتى الآن التأكد بشكل مستقل من هذه التقارير. وتعد زاباروجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وواحدة من أكبر 10 محطات للطاقة النووية في العالم، وتحتوي على 6 مفاعلات نووية. واستولت القوات الروسية على المحطة النووية في المرحلة الأولى من الحرب أوائل مارس الماضي، ولكن ما زال الفنيون الأوكرانيون يديرونها. قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية إن 1061 شخصا قتلوا جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو الماضي. وأشارت الهيئة إلى أن 28 شخصا توفوا في 24 ساعة الأخيرة، في حين لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة. وأدت الفيضانات هذا العام إلى تشريد أكثر من 33 مليون شخص، أي أكثر من 14% من سكان البلاد، كما تسببت في دمار كامل أو أضرار لنحو 1,000,000 منزل. وأوضحت الهيئة أن الفيضانات جرفت أكثر من 80,000 هكتار من الأراضي الزراعية، ودمرت 3,400 كيلومتر من الطرق و157 جسرا، وأدت إلى نفق أكثر من 800,000 حيوان. وتعد الأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر أساسية لري المزروعات موردا للمياه في شبه القارة الهندية، لكنها تحمل سنويا كما من المآسي والدمار. ويعد إقليم بلوشستان والسند في جنوب البلاد وغربها أكثر المناطق تضررا، لكن كل أنحاء باكستان تقريبا قد عانت من فيضانات هذا العام. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. دعم المزارعين بالجرارات والبذور في فورو. دعوة لدعم وتطوير الابتكار والتصنيع في كران. دعوة للمواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم. في الأنباء العالمية، الدبيبة يعلن انتهاء مشروع العدوان على طرابلس ويطالب بتنظيم انتخابات. الرئيس الإيراني يكشف عن رأيه في امتلاك السلاح النووي. وفريق الطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زاباروجيا. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، يستودعكم الله.